كبير وصل لكل البنات بالعراق، وصل لكل البنات انه دير بالك تحجين، دير بالك تفكين حلقك اذا تعرضتي لمساومة وابتزاز، لانه راح نفضحك، راح نمنتج فويزاتك اللي انتي دازتها بالشغل، راح اوصل لللوكيشن مال الشغل، راح اوصل شركة الاثاث اللي تريد منها اثاث، وصلت عصام بعد 10 دقائق راح اوصل، 10 دقائق راح اطلع من البيت واجي، كل شي مهني يتمنتج بطريقة. اكو شغلة ما يدرون بيها الناس، انه التصوير هنا بشقتي، شي عادي، انه هو جاي اوريدي جاي دا يصور بشقتي، اوريدي راح يجي يصور بشقتي، اوريدي دا يحرجني ويطلب من عندي يجي، لانه التصوير بعد له شوية. هذا كل الناس ما تدري بيه، بس المهم اطلع بالاعلام اباوع على مو فيديو واحد، اباوع على 10 فيديوهات. اذا حكيتي، اذا انت حكيتي اي بنية سواء بالوسط الفني او بغير مكان، نفضحك، ما نوقف وياك، نفضحك فوق الفضيحة. وهي البنية لو عندها شي ما تحكي من البداية، بس لما يتصرف وياها، مو بس المذنب والخصم والكذا، المجتمع كله لما يتصرف وياها على انه هي الغلطانة، فهذا مسج كلش كبير لكل البنات انه لا تحجين. وتتخيلوا يا بنات شنو الموقف هنا، اذا المجتمع يفضحك بدل ما يساندك، اذا القانون بدل ما يوقف وياك، بدل ما انتي اللي تجين تنسمعين وكل الاطراف تسمع ادله اللي عندك، وش وقت تساومتي، وش وقت هذا الشخص ابتزك وردتي تنسحبين لولا، وتقدمين كل الادله، اذا كلها ما حد يسمعها فمعناتها نغسل ايدنا من القانون، نغسل ايدنا من الناس كلها، لازم تلصمين وتسكتين وما تحجين، لان اكو هوايه ناس من خلال هاي السالفه مالتي وجهت رسائل مبطنه لكل البنات، لا تحجون، لا تفضحونا، لان راح نفضحكم اضعاف، راح نفبرك ونمنتج ونخلط ما بين الفويزات مال الشغل وبين الحقيقي وبين المو حقيقي بالمونتاج، وراح نباوع على اكثر من فيديو، مو فيديو واحد، حتى اذا ننسجن وراها، بس المهم قدام الناس والمجتمع احنا صح وانتي غلط. على مود شغلنا ما يوقف، على مود القنوات الفضائيه تبقى تعطينا شغل، على مود احنا نبقى رافعين راسنا وانتي ننزل راسك لين حكيتي، هاي بدل ما نسمعش بس، لا اكثر ولا اقل. لكل البنات بالوسط الفني لا تحجون، ترى نسوي بكم اتعس من اللي سويناه بساره. الدليل اكو واحد ينشر ستوريات، سبحان الله، من قبل ما ينشر هاني بنات دازيلي عن ابتزازه الهم، مبطل اكثر من بنيه باعمال سابقه متعارك وياهن هم بسبب ابتزاز ومساومه، وبنفس الوقت بهذا العمل همينه قام ينشر. انت شعليك خاله وليد عم بنيه؟ غلط الفنان ينشر عن اشياء خاصه، لازم يظل حبيس فنه. ليش حبيس فنه؟ طبعا دا توجه مسج انت للبنات، دير بالك تحكين عني، يعني بيوم من الايام ابتزيتك، ترى يصير بيك اقسى من اللي صار بساره. ساره سوينا لها قصينا لسانها، فضحناها، باوعنا على فيديو قلنا الها، يا ويلي اذا طلع الفيديو مفبرك، فهاي جريمه اكبر من التشهير والقذف.